اختراع جديد يغزو مصر وبقوة جبارة. الفكرة كلها والله أنا مش جاي أقلل من قيمة الاختراع ده. اختراع جميل، سكوتر حلو بالكهرباء، بس المشكلة في استخدامنا الخاطئ. أنا هعرض عليك دلوقتي فيديوهين، وأتمنى من الحكومة شاكرة إنها تحط ضوابط للكلام ده، لأن الكلام ده ممكن يؤدي إلى كارثة، فإحنا عايزين نلحق الكارثة قبل ما تحصل. لأن الكارثة لو حصلت هيبقى خلاص راح فيها ضحايا كتير جدا وهيكونوا أطفال. تعالوا نشوف الفيديوهين وبعد كده نتكلم. زي ما انتم شايفين اهو سكوتر. بص بقى كام عيل عليه، عيل طفل سايقه وفي النص طفله ووراه طفله وعلى الطريق السريع. بص انا بصورهم وعلى الطريق السريع ده فيديو تاني برضو وانا بقول له هصوركم وهمنعكم انكم من البلد عشان حرام. بصوا ثلاثة هم في قلب جامعة الدول العربية، في قلب جامعة. زي ما انتم شايفين الاهالي بتدي مصروف والعيال تروح رايحه مأجره، والمشكله ان هم بيخرجوا في طرق سريعه. طب لو عيل جراله حاجه ولا لو عيل حصل له اي شيء، الاهل بعد كده يقول لك انت اللي غلطان. انت اللي غلطان ايه حضرتك؟ ابنك سايق في طريق سريع وابنك مش مهيأ اساسا ان هو يسوق. طفل صغير بيسوق في شوارع رئيسيه. اتمنى من الحكومه تاخد موقف وموقف سريع جدا من الكلام دوت، لان الكلام ده خطر على الاطفال وعلى اهاليهم اولا، وبعد كده الاطفال. انا مش عارف اقول ايه بجد. الاطفال اولا ولا الاهالي؟ فين الاهالي؟ انا بجد عايز اعرف، انت سايب ابنك يخرج عادي ويسوق في وسط الطرق السريعه؟ مش خايف عليه؟ مش تعبان فيه؟ ولا عايز تخلص منه بسهوله؟ ولا ايه نظامك؟ ده اللي انا عايز افهمه. عايز افهم ازاي انت ساكت. وكحكومة أتمنى من الحكومة التحرك السريع ضد الاختراع دوت، لأنه هو بيستعمل خطأ، وطالما استعمل خطأ خلاص مش هنعرف نلمه. لو حصل والموضوع مشي أكتر من كده هنلاقيهم بعد كده في الشوارع الرئيسية عادي، وتلاقي ده بيداس وده بيموت وده بيحصل فيه وده بيحصل فيه. فأتمنى تدخل سريع حفاظا على أولادنا وإخواتنا وولادكم وولادنا وأي حد، لأن ده خطر حقيقي دلوقتي موجود في الشارع.